انا لاول مره يا جماعه مش عارفه ابدا لكم بايه، لاني بجد مش عارفه انا بدات الاكله دي ازاي اساسا. فتعالوا مع بعض كده اقول لكم الموضوع من الاول. مبدئيا كده انا لقيت عندي لحمه في التلاجة، اوكي، فمش عارفه بقى هعملها ايه، فحطيت حته زبده وشوحتها زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود وكمان جوز الطيب. لحد هنا يا جماعه الكلام حلو وريحه اللحمه كانت حلوه، بس كان بيدور في دماغي طب انا هاكلها مع ايه. فرحت بقى قطعت شويه بطاطس وقطعتهم علشان شيء في دماغي انا لسه برده ما وصلتلوش، بس انا مكمله. وطبعا لازم في المرحله دي اقطع شويه فلفل واقطع كمان شويه بصل، وحطيت برده شويه توابل بس مش كتير لان انا ما كنتش فاهمه بجد انا عايزه اعمل ايه، مع فص توم حلو كده، وقلبت كل ده مع بعض، وكمان حطيت معلقه من هريسه الشطه بجد ما كنتش عارفه ليه، وزودت شويه ميه وسبت كل ده يتعرف على بعض. وفي الاخر حطيت اللحمه وقعدت افكر مع نفسي كده طب ايه اقدر اعمله تاني. قلت خلاص انا هدخلها الفرن. انا بجد يا جماعه اول مره ابقى داخله المطبخ ومش فاهمه انا بعمل ايه اساسا. وفي الاخر دخلتها الفرن حوالي ربع ساعه كده، وخرجت زي ما انتم شايفين يا جماعه، بجد طعمها كان جامد، يعني انا انبهرت بنفسي.